كتير بنسمع عن أحداث ومواقف كتيرة بيمر بيها المجتمع بشكل عام، خصوصا الأيام دي. ففي كتير من قصص الزواج تبدأ بالحب أو تنتهي نهاية غير محبوبة أبدا. يمكن مفيش سبب محدد للظاهرة دي، فالأسباب كتيرة ومتنوعة، ولكن يبقى هذا النوع من القصص من أكثر الأنواع حزنا وتحطيما للقلب، خاصة لما تبدأ القصة بالحب والاحترام المتبادل بين الطرفين، ليصل الطرفين في النهاية إلى طريق مسدود. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة ABC الخليجية في حلقة جديدة من برنامجكم حكاوي تانية. اليوم موعدنا مع حكاية بنت حزينة مؤلمة جدا. حكايتنا النهاردة تتحدث عن بنت حاربت كتير علشان ترتبط بحبيبها، واللي ليه رأي آخر بعد سنوات كتيرة من الحب. فنتمنى أن تنال هذه القصة إعجابكم. النهاردة هنحكي عن قصة واحدة بس، وفي النهاية أقول لكم عن رأيي الخاص. تدور أحداث قصتنا النهاردة حوالين شابة اسمها منال. منال طالبة في السنة الدراسية الأخيرة من الجامعة. منال هي البنت الوحيدة من أسرة تتكون من 6 أفراد، الأب والأم و4 أشقاء ولاد، والأخت منال. والد منال بيعمل منظف حضن، أما مامتها كانت ربة منزل. كانت مامة منال تعاني من مرض شديد. بسبب هذا المرض ما كانتش مامة منال قادرة تعمل أي حاجة في البيت، لا قادرة تنظف ولا قادرة تغسل. منال هي اللي كانت بتعمل كل حاجة. مرت الأيام وزاد المرض على مامة منال حتى توفى هو. حزنت الأسرة كتير قوي، بس أكتر واحدة تأثرت جدا هي منال. منال ما كانتش بتعتبر مامتها أم بس، كانت بتعتبرها صديقة قريبة ليها كمان. دلوقتي بقت منال هي التي تتولى أمور المنزل كلها بعد وفاة مامتها. كانت بتقضي النهار في الجامعة، أما المساء كانت بتجهز الأكل وتنظف المنزل، وكل شيء يخص البيت كانت بتعمله. كانت منال تذهب إلى الجامعة وهي مرهقة من التعب. وفي يوم من الأيام قابلت منال شاب معاها في نفس السنة الدراسية. تعرفت على الشاب كان اسمه سمير، ومع الوقت بقوا صحاب مقربين جدا. كان سمير بيهون كتير على منال. مع القرب العام الدراسي من نهايته، سمير قال لصديقته منال إن عايز يتقدم لباباها علشان يخطب. كانت منال سعيدة جدا لما سمعت الخبر ده، ولكنها في نفس الوقت كانت حاسة بالخوف. وفي النهاية تقدم سمير لخطبة منال، بس في البداية كان والد منال رافض الفكرة دي، إنه يزوجها لشاب لسه متخرجش من الجامعة، فهو شايف إن مستقبل الشاب ده مكروه. وفي النهاية بمساعدة من إخوات منال وافق الأب وتمت الخطبة، ولكن ما كانش فيه زواج لحد ما يتخرج سمير ويلاقي وظيفة مناسبة. كانت منال بتساعد سمير دائما أثناء الدراسة حتى بعد التخرج. كانت منال بتدور عن وظائف في كل مكان، حتى لقى سمير في النهاية وظيفته على وظيفة مناسبة. بس بمساعدة منال أخيرا اتحقق الحلم بالنسبة لسمير ومنال واتجوزوا. كانت الحياة سعيدة جدا. بعد سنة ونصف من الزواج رزقت منال ببنتها وسمتها فرح. كانت الأسرة الصغيرة سعيدة جدا وتعيش حياة هادئة. مع الوقت كان سمير بيترقى في عمله، حتى بقى مدير في الشركة اللي كان شغال فيها. بعد حصول سمير على الترقية بدأت معاملته تتغير تجاه حبيبته منال. بقى سمير بيتأخر كتير قوي عن المنزل كغير عادة، كما إنه كتير يحب يقعد مع نفسه. مكانش بيتكلم كتير مع منال زي الأول، كان كلامه معاها قليل جدا، حتى ما كانش بيقعد مع بنته زي الأول. وفي يوم من الأيام بالليل صحيت منال فجأة، كانت عايزة تشرب، راحت المطبخ علشان تشرب، وكان سمير مش موجود جنبها. ولما قربت منال من المطبخ سمعت صوت سمير بيتكلم في الموبايل، وكان من الواضح إن سمير بيتكلم مع بنت. تفاجئ سمير بمنال قدامه واضطر إنه يقفل المكالمة فورا. فقامت منال: أنت كنت بتكلم مين؟ انفجر سمير من الغضب وزعق في وشها وقال لها: ده مش شغلك، وخلي بالك أنا في بنت بحبها جدا وهتجوزها قريب سواء وافقتي أو لأ. بدأت منال تعيط وهي بتقول: ليه عملت فيا كده؟ سمير مردش عليها وخد بعضه ومشي. في النهاية اتجوز سمير من البنت اللي كان قايل عليها لمراته واللي كانت غنية جدا. بدأ سمير ومراته يزوروا منال وبكل برود ولا أكنه عمل حاجة. المهم لما والد منال راح علشان يعاتبه على تصرفاته وافتراء على بنته، كان رد سمير وبيقول: وقعها أنا حر ومعبرش الراجل. في النهاية طلبت منال من سمير الطلاق، وافق سمير على الفور وكأنه مصدق. على الرغم من الحزن والجرح العميق جوه قلب منال، إلا إنها قررت العودة إنها تعيش في بيت والدها. التحقت منال بوظيفة عشان تقدر تصرف على بنتها الصغيرة. مرت سنين وبقت منال سيدة أعمال ناجحة وكبيرة،
وأصبحت حياة منال أفضل بكثير. أما سمير فقد خسر منصبه وهجرته زوجته لأنه أصبح فقيرا جدا. وقتها ندم على اللي عمله مع منال وحاول إن يرجع ليها، وهي قررت إنها مستحيل تسوي وبتسأل عن قرارها هل كده صح أم غلط. هقولك رأيي بمنتهى الوضوح بس بعد الفصل. مثل كأن عيونك صار لي بعرفها، عمر وكأني ما دقت طعم العمر، هبت مشاعر ما كنت أعرف أوصفها، غلت ما بين العتمة وخيال الضجر، صعب الخيانة كتير بعيون الوفا، وحده شعور الذنب بيعرف شو بني، لحظة سرقني البرد من حضن الكل ودفا، عمري ندهني الوين عزتني الدنيا، لو ما فتحت عيوني عالدنيا، لو ما غفيتن على أجمل قصة يوما، لا صحيت ولا عرفت الهوم، لا بكيت ولا ضحكت بيوم، ولا أوهامي حلمت فيك بنومة، لو ما عيش الفرحة المش من حقي، لو ما اشعر اني ملكت العالم يوما، لا خسرتك ولا حالي خسرت، يا ريت بيوم اللي اخترت صدقت ظنوني وحكيتها، ولو ما لو غمضتن عيني ومشيت. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهرد على رسالتك وأقولك القصة تحمل دروس وعبر. من الواضح إن منال كانت شخصية ملتزمة ومسؤولة، قامت بدورها في رعاية أسرتها ودعمهم في ظروف صعبة، ولكن بعد كده اتعرضت لخيبة أمل قاسية من شخص كان قريب منها. ومن القصة يمكن أن نستنتج بعض النصائح. قوة الشخصية والتحدي. منال ظهرت قوة وإرادة كبيرة عندما تعرضت لموت مامتها ومسؤوليات البيت. هذه القوة ساعدتها على تحقيق النجاح في الحياة بعد الانفصال. ولو كان فعلا سمير بيحبها جدا وملتزم بعلاقتهم ما كانش اتغيرت مشاعره بهذه السرعة. منال أثبتت إنها قادرة على تحقيق النجاح وبناء حياة جديدة بعد الانفصال. اعتمادك على نفسك وإنك تحققي شخصية مستقلة يمكن يكون لها تأثير إيجابي في حياتك. مسألة إنك ترجعي ليه ولا لأ ده قرار شخصي ليكي بس يا ريت تجاوبي أنت على الأسئلة دي، ومن إجابتك هتعرفي تتخذي قرار. هل تغيرت ظروف سمير أو منال بعد الانفصال؟ طريقة تجعل العلاقة ممكنة وناجحة؟ أقصد مين اللي نجح ومين اللي فشل؟ إيه هي مشاعرك تجاه سمير؟ وهل ما زلتي تحملي مشاعر له أم إنها تغيرت بسبب الغدر؟ مين فيكم تطورت شخصيته بعد الانفصال؟ أنت ولا سمير؟ مين فيكم هيستفاد من التاني بعد الرجوع؟ ده لو قررتي الرجوع هل عندك فعلا القدرة على التسامح ولا لأ؟ يعني مش هتيجي في يوم من الأيام تفتكري إنه غدر بيوته، وهل تضمني إنه ما يغدرش بيوته تاني؟ من إجابتك هتقدري تقرري. وفي النهاية الحياة تحمل الكثير من المفاجآت والتحديات، والأمور لا تدور دائما كما نتوقع، ومن الضروري أن نحاول التكيف مع التغيرات والتعلم من الخبرات والأخطاء. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية.